المونو بتاعي معاكم هيبقى من 33 لون. النهارده هوريكم مشتريات جبتها من بيتش اي كرافت، عبارة عن نوت بوكس وكمان بلانر. فواحدة واحدة كده هوريكم الدنيا فيها ايه. اول حاجة هوريكم هي البلانرز. البلانر دي انا كنت جايباها واستخدمتها. قبل ما استخدمها انا كنت عامله الريفيو ده وكنت هرفعه على القناه، بس للاسف كل حاجه انا عاملاها فيديوهات مصوره كذا فيديو كلهم اتحذفوا عندي، فانا هعمل الريفيو ده لتاني مره في شهر 12. طيب. هي الاجنده غير مؤرخه، والاجنده اعتقد انها موجوده عندهم او الطباعات بتاعتهم، هما بيعملوا الطباعه بنفسهم تقريبا. اولا الورق خامته ما شاء الله تحفه جدا، يعني من خلال ما جربته ولا الورق بيبقع من هايلايتر ولا حتى بقلم اللي هي قلم الرفيعه دي، ولا اي حاجه خالص ما شاء الله يعني. فهنبدا. دي اول حاجه صفحه المقدمه، الاسم فيه ايه والسنه، هي قلت هي غير مؤرخه، فنبدا نبتديها في اي سنه في اي شهر. تصميمها جميل جدا. هنا موجود مراجعه للسنه اللي فاتت. بعد كده قبل بداية السنة لو عايز تعمل ريفيو عن السنة اللي فاتت او في ايه في دماغك عايز تفرغه هنا. بعد كده الامنيات بتاعت السنة الجديدة. صفحات فاضية تاني. وبعد كده الكالندر ممكن تتغير، تحطوا مثلا اي كالندر انتوا عايزينها تبدأوا بيها في سنة تانية او حاجة. بعد كده بقى الجولز متقسمة لهوم وورك كرياتيفيتي سيلف كير، ليها تقسيمات كتير. دي طبقا طبعا لعجلة الحياة، بس موسعة اكتر كمان، موظفة حاجات تتعلميها، مغامرات، فريندشيبس، اعملي هيلث. بعد كده توزيعة الأهداف، توزيعة الهدف على مدار 12 شهر كلهم. بعد كده كل هدف بقى فيه الجول بلان، ازاي هرتب الهدف ده واخطط له بحيث اقدر اطبقه بخطوات بسيطة جدا. حوالي اربع صفح. بعد كده بقى الاهداف تاني بس متقسمة بقى حسب المجال. اهداف خاصة بالكارير، اهداف شخصية، اهداف خاصة بمالية، أهداف خاصة بالعائلة، أهداف خاصة بالسفر، أهداف خاصة بالصحة والرياضة، أهداف دينية. بعد كده كتب عايزين نقراها، لو في أفلام معينة أو دراما هنشوفها. بعد كده بقى لو في مثلا في أقساط أو في السيفنج كل شهر بدخر قد إيه، والتنظيف جدول خاص بالتنظيف صفحتين، وبقى في نوت فاضية. وبعد كده يبدأ بقى ايه الشهر. طيب هو الشهر بيبدأ بإيه؟ أنا طبعا عشان أنا بعمل الريفيو ده المرة التانية بعد ما الأولاني يتمسح وملحقتش أرفعه. بيبقى فيه الأول صفحة فيها الكفر أو ورق كوشيه تقيل كده، وبيبدأ بعدها على طول هنا نكتب احنا أيام الشهر وصفحة فاضية. بعدها بقى التقسيمة الحلوة المانثلي بلان. أنا الشهر ده برضو نحط الكالندر بتاعته، ايه هي الأهداف لنا في الشهر ده، أفلام أو فيديو عايزة أشوفها، كتب أقراها، لو في كود معينة، جدول التنظيف، مواعيد معينة. والمانثلي ريزوليوشن دي فيها كل نفس التقسيمة اللي كانت ورا الخاصة بعجلة الحياة، بس متقسمة هنا تاني بحيث الشهر ده هاخد ايه من أهدافي أطبقه، أركز على حاجات معينة. بعد كده بقى في تراكرز، في مثلا هنا عندي gratitude، هنا في الهابتس، هنا في مثلا شرب المية، كمان في monthly sleep tracker هتتبع النوم بتاعي قد ايه كام ساعة.
في صفحة خاصة بالاكسبنسز، انا صرفت ايه وامتى، والسالري بتاعي قد ايه، مرتبي قد ايه. والشوبينج مثلا لو في مقسمها فروت فيجيتابلز ميتس، يعني تقسيمات مختلفة. انتوا ممكن اي حاجة بقى من اللي فاتت دي تحطوا ستيكر وتغيروا حسب ما التقسيمة تناسبكم. بعد كده يبدأ الشهر غير مؤرخ، بتكتبوا انتوا التواريخ بتاعته، لو في نوتس صغيرة بنكتبها هنا. بعد كده الاسبوع برضو بنكتب اسم الشهر والاسبوع رقم كام، هركز على ايه الاسبوع ده، واهم 5 اهداف هعملها طول الاسبوع. لو في ملاحظات معينة او تشيك ليست، انا كنت بستخدم تشيك ليست دي لو في حاجة غير محددة بوقت، مثلا المفروض مثلا في مشاوير او في حاجات هعملها بس ملهاش وقت معين في الاسبوع، فانا بشوف اقرب حاجة فرصة واروح عاملاها وعامله عليها تشيك. بعد كده تاني متتبع عدد صغير وامتنان، لو في مثلا خطة الأسبوعية للميل بس صغيرة، وحاجات هشتريها وجزء فاضي. وبيستمر الأسبوع كده، الشهر قصدي، لمدة 5 أسابيع. وبعد كده خالص بقى في الريفيو بتاع الشهر. الريفيو بتاع الشهر ده بيجي من ايه؟ فاكرين الصفحة دي زيها بالظبط اللي كانت في اول الشهر اللي انا حطاها عشان هعملها، بشوف بقى انا بقى عملت فعلا منها ايه في الاسبوع الاول وفي الاسبوع التاني، الاسبوع التالت، الاسبوع الرابع، انا طبقت ايه من الخطة دي. يبدأ ايه الشهر التاني وهكذا. وكل 3 شهور اعتقد في ريفيو. اه يعني مثلا عشان انا بادئه هنا بقالي فتره وخلصت اول ريفيو، هنا مثلا ايه الريفيو بتاع ال6 شهور اللي هو منتصف السنه، عملت ايه في خلال 6 شهور، نص السنه عدت عملت فيهم ايه ريفيو هنا. وفي طبعا صفحتين نوتس فاضيين، الورق خامته ما شاء الله كويسه جدا. وبعد كده بيبدا شهر جديد وهكذا بقى لحد اخر السنه. في بقى صفح فاضيه برضو تاني، والفول يير ريفيو اللي هو الريفيو بتاعي للسنة كلها بقى، السنة كلها انا عملت ايه ما عملتش ايه، اهم الاحداث. طبعا الورق جميل جدا والطباعة ما شاء الله حلوة تحفة. وزي ما قلت لكم انا كنت بستخدم عليها معاها هايلايترز واقلام اللي هي السن رفيع الفاين لاينر دي، وما كانتش بتطبع في ظهر الورقة ولا حاجة. هوريكم برضو انا جبت ايه تاني برضو من اي كرافت. انا جبت الشكل ده كان A5، بس انا حسيت ان انا بقى بعد ما استخدمته هو كان حلو ومريح، بس كنت عايزه برضو حاجه اصغر عشان اقدر اخدها معايا في الشنطه، بس هو كان في المجمل رائع. في حاجه مهمه كمان كان جاي معاه قبل ما نبدا في الحاجات التانية، كان في ستيكر انا طالباها وفي حاجات هي بعتها لي. طيب انا كنت طالبه الستيكر ده الخاص بايام الاسبوع بكذا شكل، بحيث انا لما اعمل بوليت جورنال يعني في ايام مثلا ايه في سنين او اوقات انا بحب يعني ايه سنه وسنه ابدل ما بين بوليت جورنال وما بين البلانرز حسب ما انا محتاجه ايه الفتره دي. واشتريت البنوته دي، البنوته اللي بتنضف. هما طبعا عندهم اشكال رائعه تحفه كتير جدا. كمان اشتريت الاستيكرات دي، اعتقد كل ستيكر موجود منه 2. يعني مثلا انا حبيت السيم ده مريح وفي نفس الوقت حجم الاستيكر حلو، بيعبر عن حاجات مكتبيه، بيعبر عني. نكمل تاني، هي بعتت لي ايه مع الاوردر. ده ستيكر وعامل زي بوك مارك، برضو حاجات تستخدم في الجورنالينج، البنات الكيوت العساسيل دول.
والفراشة. الحاجات دي معظمها كلها ستيكر، واقدر اوظفها في الجورنالينج في تزيين البلانر بتاعتي. وبرضو مجموعة اوراق، دي بقى اوراق مش ستيكرز. طيب نكمل باقي الحاجات. انا جبت المجموعة دي ممكن تستخدم في الترافلر. انا ما جبتش الترافلر لسه من عندها، ان شاء الله ناوية السنة دي اجيبه من عندها. فالمجموعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتيبات صغيرة، كتيب خاص بالشهر، في الشهر وفي هنا نوتس صغيرة، كله خاص بالشهر فقط، وفي بس صفحتين مسطرين في الاخر. طيب الكتيب التاني ده كتيب اسبوعي. تقسيمة الاسبوع هنا عندهم ايه؟ متقسمة ل7 ايام ونوتس صغيرة. طبعا هنا مسافة صغيرة جدا، بس متعوضة بمساحة كبيرة هنا، بحيث لو هنا هعمل مثلا في ميعاد في يوم معين بكتب الميعاد ده، لكن لو في تفاصيل بكتبها هنا، او اكتب هنا مثلا اقسمها التاسكس بتاعة الاسبوع، لو في حاجة عايزة اتتبعها هنا او كده. وهنا بس اهم المواعيد، ودي فيها كمية كبيرة جدا. كمان في جزء الديلي، ده بقى مخصص للايام. هنا اليوم كله فيه ايه، وفي انهي يوم في الاسبوع، وانا اقسمه براحتي زي ما انا عايزه. الايام، تفصيلة الايام مش كبيره، الاسبوعيه هي اللي كبيره. اعتقد مثلا لو في حاجه عايزه تتكتب مثلا بشكل مفصل تتكتب هنا اكتر في يوم معين. بعد كده عندي الاكسبنسز خاصه بالمصروفات. هكتب مثلا اليوم ووصف الحاجه والكميه اللي جبتها وهكذا، كلها بنفس الطريقه. وفي الاخر برضو صفحتين المسطرين. بعد كده عندي بقى التراكرز. بدل طبعا الاسبوع هنا كان تقسيمته صغيره، لكن هنا متعوض ان ايه، في تراكر كبير جدا جدا. انا اقدر ممكن مثلا بدل ما اخليه شهر واحد اخلي ده مثلا لشهرين، او اعمل تفاصيل زي ما انا عايزه، وكله خاص تراكر فقط. طيب كتيب تاني بقى خاص بالميل بلان، هنا بقى على كبير، مثلا ايه الايام الاسبوع هنا، وانا هشتري ايه للاسبوع ده عشان اعمل الوجبات دي. دي كلها كانت كل المشتريات من صفحة ايكرافت. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. لو في اي ملاحظة او في اي حاجة حابين تعرفوا عنها اكتر، او حابين انا اعمل عنها فيديوهات اكتر، اكتبوها لي في الكومنت تحت. مع السلامة.